الأهلي استنسخ الأفكار الهلالية وأصبح يبحث عن اللاعب المناسب في المكان المناسب ويصبح يبحث عن نوعية اللاعب. هذه الأفكار الهلالية الآن أشوفها بنسبة 100% في النادي الأهلي. النادي الأهلي اليوم أصبح واحد من أفضل الفرق. تصور أن ناديا قبل 3 مواسم يلعب في دوري يلو، اليوم يكسب كل البطولات التي يتواجد فيها، ويستطيع أن يهزم الهلال في جدة 3-1 في آسيا، ويهزم في الرياض 3-1 في الدوري أو 3-2 في الدوري. أنا أعتقد الإيمان بالعمل التراكمي هي من أسباب نجاح الأهلي. فالأهلي بعد العودة من يلو استطاع أن يتعاقد مع لاعبين أجانب كبار ومع إضافات بسيطة كل موسم، حتى أصبح اليوم فريقا يشار له بالبنان. المرشح الأول للفوز بالدوري الأهلي والهلال، المرشح الأول للفوز ببطولة آسيا الهلال والأهلي، المرشح الأول للفوز بمسابقة الكأس الهلال والأهلي، هما فرسي الرهان في هذا الموسم. الإيمان بالعمل التراكمي. شكرا لكل أهلاوي سواء في الشركة الربحية أو في المؤسسة غير الربحية. ألف مبروك للأستاذ الدكتور خالد الغامدي على الفوز بالسوبر، ألف مبروك لغالب كتبي، ألف مبروك للمدرب الألماني الذي استطاع أن يصنع هذا الفريق. أعتقد أنه لما أنت تؤمن بهذه الأمور وتؤمن بالعمل التراكمي تصل إلى النتيجة التي وصل إليها الأهلي اليوم، حتى أصبح بطل النخبة وبطل السوبر. أنا متأكد أن الأهلي سيكون في أفضل أحواله مع مرور المباريات وتتابع المباريات. كرة القدم علم وفكر وإيمان بالعمل وتراكم. لم يستسلم خالد الغامدي وهو يتعرض للكثير من الهاشتاجات المسيئة، ولم يستسلم غالب كتبي وهو يتعرض إلى نفس الشيء، ولا حتى المدرب الألماني. آمنوا بالمشروع الأهلاوي، آمنوا بالمشروع الأهلاوي، حتى اليوم أصبح الأهلي بطلا للنخبة وبطلا للسوبر. واعتقد أن الأفكار الهلالية هي من صنعت الأهلي الجديد. فألف ألف مبروك، وأتمنى إن شاء الله بعض الفرق إنها عندما تبني فريقا لها أن تأمن بالمشروع قبل أن تهدمه، وتؤمن بالتراكم، لأن النتائج لا تأتي بين يوم وليلة. فأعتقد أنه ساهمت الأفكار الهلالية في بناء الأهلي الجديد، بناء الأهلي الجديد، بناء الأهلي البطل، بناء الأهلي الكبير. فألف ألف مبروك للأهلي ولنجومه هذه الألقاب المتتالية. الهلال اعتذر أو انسحب أو امتنع منذ أكثر من شهر، لكن أثناء سير المباراة أو قبل بداية المباراة بدقائق أو ساعة أو ساعتين ظهر قرار من لجنة الاستئناف يؤكد أن الهلال منسحبا وأن القادسية هو من فاز، وكأنه يقول أن القادسية هي من مفروض أنها تذهب إلى نهائي السوبر، ملغيا بذلك قرار لجنة الانضباط. طبعا أنا أعرف أن هناك خلافات بين الانضباط وبين الاستئناف، خلافات هي ليست شخصية وإنما قانونية، وظهرت واضحة في قضية الوحدة والنصر، لكنها أغلق الباب. أمس عاد ظهرت على المكشوف. لكن هل من المعقول أنه لجنة الانضباط تصدر قرار وبعدين لجنة الاستئناف تصدر قرار آخر قبل بداية المباراة؟ أعتقد أنها إذا كان بينكم خلافات حلوها بعيدا عن الأندية. أجمل ما في هذا الصراع القانوني بين الاستئناف والانضباط أن المنتصر الوحيد هو مسلي آل معمر في تغريدته المليونية الشهيرة. مسلي آل معمر رجل كفاءة إدارية شابة متميزة متسلحة بالعلم والشهادات العليا، وقال تغريدة مباشرة بعد رغبة الهلال أو إعلان الهلال الانسحاب أو الاعتذار أو الامتناع، وأكدت كلامه بالحرف الواحد لجنة الاستئناف. اليوم هل نشاهد مسلي آل معمر يترأس لجنة الانضباط بعد ما أثبت جدارته من خلال تغريدته؟
أم نشاهده بعيدا عن ذلك؟ أنا أعتقد أنه هذا الصراع ليس للأهلي طرفا فيه ولا مسؤولا عنه ولا للنصر. الأهلي هو بطل السوبر. أي مشاكل قانونية شوفوا لكم تشغلون فيها الناس بعيدا عن النصر وعن الأهلي. الحاجة الثانية، والهلال هو سابع العالم. الهلال بقيادة فهد بن نافل حقق الكثير، حقق البطولات وحقق الإنجازات وحقق سابع العالم، وترك فريقا يراهن عليه يستطيع أن يحقق سادس العالم وليس سابع العالم. هذا الهلال يحتاج إلى إعلام مختلف وإلى بعض مشجعين مختلفين. يحتاج إلى إعلام لا يردد عبارة أبو زيد الهلالي، ولا يردد عبارة يا ويلك اللي تعادينا يا ويلك يويل، ولا يردد الدكاكين الصفراء وما الدكاكين الصفراء والكلام هذا الغير حضاري. يحتاج إلى إعلام تنويري، إعلام يحافظ. العمل الإداري والفني التراكمي هو ما يفتقده النصر. فلو حافظ النصر على فريقه الذي جاء خلفا للهلال في بطولة السوبر والكأس والدوري وكانت إضافاته محدودة، لكان النصر اليوم في وضع أفضل. لكن للأسف الشديد النصر والنصراويين مشكلتهم الحقيقية عدم الإيمان بالعمل التراكمي. العمل التراكمي والنوعي هو الذي يؤمن فيه الهلال. فالهلال مثلا أبدا لا يتعاقد مع اللاعبين إلا الذين يحتاجهم. يعني في هذا الموسم فقط يحتاج إلى رأس حربة. تعاقد مع لاعب ليفربول نونيز وتعاقد مع لاعب إيسي ميلان هرنانديز فأكمل صفقاته. يعني يبحث عن اللاعب النوعية واللاعب الذي يحتاجه، ولا يبحث عن صناعة كل موسم أو في كل موسم فريق. الأهلي آمن بهذه الأفكار الهلالية، صار مؤمن بأنه الاستقرار مهم، الانسجام مهم، العمل التراكمي مهم. نجاح الدكتور خالد العيسى، نجاح الأستاذ غالب كتبي، نجاح المدرب الألماني في العمل التراكمي هو الذي جعل الأهلي اليوم يعيش ما يعيشه اليوم. فبعد عودة الأهلي من دوري يلو وفوزه ببطولة دوري يلو ورفض نجومه الصعود للحصول على بطولة دوري يلو، استطاع أنه يبني فريق حتى أصبح الآن فريقا يراهن عليه ويحقق بطولة السوبر وقبل ذلك البطولة الكبرى بطولة النخبة، وهو في طريقه إلى منافسة الهلال على الحصول على البطولات الثلاثة القادمة، دوري آسيا وكأس. فأعتقد إذا رغب النصراويين في أن فريقهم يتحسن ويتطور، فأعتقد أنهم يجب عليهم أن يأمنوا إيمانا كاملا بالعمل التراكمي. كان الفريق النصراوي قبل موسمين كان يملك فريقا متميزا جدا جدا جدا، لكن للأسف الشديد عدم الإيمان بالعمل التراكمي أدى إلى إبعاد أكثر من نجم. هذا النجم الذي تم إبعاده اليوم أنت في حاجته مثل تيلكس وتاليسكا وغيرهم. فأتمنى من النصراويين وهم يبنون فريقهم الآن من جديد أن يؤمنوا إيمانا كاملا بالعمل التراكمي. العمل التراكمي ضروري، الإيمان فيه. هذا ما حدث في الهلال، هذا ما يحدث في الأهلي الآن. أصبحت التنافس على البطولات بين الأهلي والهلال بسبب الإيمان بالعمل التراكمي. الإيمان بالعمل التراكمي يجب أن يكون هو عنوانا للعمل في النصر في الموسم القادم. فأعتقد أنه هذا شيء يجب أن النصراويين يؤمنوا فيه.